السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم دايرين نشرح كيف تخلي الصور الاحترافية بكل سهولة. أول شيء ندخل برنامج استيري بتاع موبايل، نثبت الصورة من داخل من جوال نفسه. وبعد ما نثبت نضيف الصور فيه تشبه، ونزيد الضوء وننقص الظل، وكده نضغط السيف فوق هنا. نضغط السيف، نحفزه ونشارك في برنامج لايت روم. بعد ما شاركنا البرنامج ننتظر حتى يحمل معنا في الصورة في لايت روم، وبعد ذلك نختار برنامج لايت روم نخش فيها ونختار الصورة قبل شوية ضفناها في لايت روم. نجي نخش هنا عليك، وهنا برضو نتحكم في الألوان بتاع الصورة الأساسية، ونضيف فيها شوية تأثيرات حتى يطلع صورة واضحة. هنا نزيدها وننقصها مثل الظل، نزيدها شوية حتى صورة يثبت معانا. وزي ما شايفين صورة بقى واضح أكتر. وهنا نزيد ضوء شوية، ضوء. هنا نجي خيار التاني الكالر، الألوان. هنا الألوان الأساسية برضو نزيدها شوية، نزيدها شوية حتى ادينا جمالية الصورة بأكملها. كده نجي نضغط ميكس فوق ونختار اللون الأصفر، لأنه اللون الأصفر فيه الصورة. اللون الأصفر نتحكم فيه. ونجي خيار الثاني برضو نزيد، وخيار الثالث أيضا نزيد. كده في حاجة خرافية عجيبة. ونجي اللون الأخضر عشان الصورة فيه شوية اللون الأخضر، برضو ننقص ونزيد ونحافظ اللون الطبيعي بتاع الصورة. وخيار الثالث وأيضا نضيفها. ونجي اللون الأزرق الفاتح، برضو نزيد وننقص. وخيار الثالث أيضا نزيد. ونجي اللون الأزرق الثاني، ده بخير لنا لون السماء زي ما شايفين لون السماء. إذا اتظبط الصورة تقريبا نجي نضغط خيار لون الثاني أيضا نضغطها وندي داون. ونجي الإفكت أيضا نضيف فيها شوية نويز كولر وشوية حاجات كده يثبت الصورة زي ما شايفين. أنا أخليه ورا شوية عشان ما يجيب لون الأبيض. نويز كولر ده أهم. جرين ده نخليه في محله عشان ده بعمل لنا تشويش في الصورة. فنجي ديتيل هنا أيضا نديه نزيد فيها تحكماتها ونزيد. وخيار الأخير وفيها نويز شنو معرف فيها. وزي ما شايفين صورة بقى فرق من أول. شوف الصورة هنا تتحكم بمزاج. في صور عندكم تثبتها أحسن من دي. كده نشوف الصورة من قبل التأثيرات وبعد التأثيرات. ده قبل التأثير وكده بعد التأثير. زي ما شايفين قبل وبعد فيها فرق. بكل سهولة تبقى محترف في التصوير أو محترف في تصميم الصور. وننشئ فلتر ممكن ننفذها خاص عشان نضيفها في صور الآخرين. نضغط جريت بريسيت، نكتب أي اسم عشان نحفز الفلتر
عشان مرة الجاي ما نتعب نعمل لنا فلتر جديد. نتقد أي اسم نسجله نحفظه، نعمل سيف. ده كان شرحنا اليوم. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.